دكتورة طالعة بتحكي عن الحالات اللي بتشوفها كل يوم في المستشفى وبتتعامل معاها. تقوم السوشيال ميديا تتقلب عليها والناس كلها تتكلم عليها ووزارة الأطباء هيقضوها والكلام ده كله. طيب، خلينا احكي لكم الموضوع من الأول. الدكتورة دي كانت طالعة بتتكلم عن حالات هي بتتعامل معاها بشكل يومي، ولكن الحالة اللي أثارت الجدل هي بنت عندها 14 سنة جاية تكشف عند الدكتورة دي إن هي حامل. فالدكتورة سألتها: انتي ولدتي قبل كده؟ لأ، دي أول مرة. طيب انتي متجوزة من امتى؟ من شهر 7 اللي فات. شهر 7 اللي فات ده واحنا في شهر 11. طيب، جت تكشف على البنت، لقت ان البنت حامل في الشهر الثامن. فهي اتعاملت عادي خالص، خلاص ملهاش دعوة. طبعا والدتها واللي معاها كانوا بيقولها ان باباها متوفي، فالبنت مش فاكرة هي متجوزة من امتى، ولا مش فاكرة عندها كام سنة، اي هبل كده. الدكتورة قالت ماليش دعوة. كشفت على البنت عادي وهتتابع معايا كل قد كذا معرفش ايه. الدكتورة خلصت الكشف، راحت ورجعت لقت ام البنت دي وقعت وتوفت. الناس قالت ان الدكتورة ما عملتش اي حاجة مع ام البنت وما تعاطفتش معاها، بل بالعكس قالت دي اخرة، سوري يعني، التربية الوسخة. طيب، الموضوع متشعب جدا، والكومنتات على السوشيال ميديا متشعبة جدا، ما بين ان ازاي الدكتورة تفضح المرضى بتوعها، ودي غلط ولازم تحاسبوها ولازم تقاضوها والكلام ده كله، وما بين حتة التربية وان ازاي واحدة عندها 14 سنة ومتجوزة وحامل. وجهة نظر انا بقى ان هل البنت اللي عندها 14 سنة دي اصلا هي متجوزة، ولا هي غلطت مع واحد؟ احنا مش عايزين نغلط في شرف حد، ولكن الموضوع مش منطقي. 14 سنة وحامل في 8 شهور، يعني انت متجوزة بقى من وانت عندك 13 سنة. ده انت ممكن تبقى حامل كمان من وانت عندك 13 سنة. فهل ده طبيعي؟ طيب، ده وضع مش طبيعي، ولكن زي ما بقول لكم مش عايزين نتكلم في شرف حد، ما يخصناش. ولكن حتى الدكتورة وهي بتتكلم قالت ان البنت والاتنين الستات اللي كانوا داخلين معاها شكلهم غريب، شكلهم مريب. فالموضوع فيه حاجة غلط. بغض النظر بقى عن البنت دي والاتنين الستات اللي معاها، مش هنتكلم عليهم، خلينا نتكلم عن الدكتورة. الدكتورة بررت موقفها ان هي ما بتفضحش المرضى ولا حاجة، وبصراحة انا شخصيا متفق مع رأيها. ليه؟ هي قالت انا ولا قلت اسم البنت ولا قلت اسم الستات اللي معاها ولا قلت رقمهم ولا اي حاجة. هي طالعة بتقول بنت عندها 14 سنة وحامل في 8 شهور، وده فعلا هي ولا قالت الاسم ولا السن، او يعني سوري، ولا قالت الاسم ولا الرقم ولا اي حاجة. فهي بتفضح المرضى ليه؟ لا، هي ما بتفضحش المرضى ولا حاجة، وما ينفعش ان وزارة الاطباء تقاضيها ولا الكلام ده كله. بالعكس، ده هي بتفتح عيون المجتمع على مواقف وعلى حاجات هي بالفعل موجودة. الكوارث دي موجودة في مجتمعنا وبكثرة، بس الفكرة ان السوشيال ميديا او الاعلام او الحاجات دي كلها ما بتتكلمش على المواقف دي. فالدكتورة لما شافت موقف قالت ان هي تظهره عشان نفوق المجتمع من الظواهر الكارثية دي. فيا جماعة ارجوكم خلي بالكم من عيالكم، خلي بالكم من بناتكم جدا. البنات الصغيرة مش لازم تلفزيون كتير بيبقى فيه افلام زي الزفت ومسلسلات زي الزفت، مش لازم موبايلات وسوشيال ميديا كتير بتحط في عقولهم وفي دماغهم بلاوي وكوارث. فلما تكبر عايزة تطبق الحاجات دي، ما هي مش فاهمة. فيا جماعة أرجوكم حافظوا على عيالكم.